فكرة الفيديو بتاع النهارده هتكون عبارة عن سلسلة جديدة هنعملها عندنا في القناة اسمها اسحب والحق. اسحب والحق دي بقى عبارة عن ايه؟ هيكون معانا 2 متسابقين في الحلقة، والمفروض في كورة في النص اللي انتوا شايفينها دي. المفروض انا هسأل سؤال واللي يجاوب صح ياخد بوين، واذا جاوب غلط ينقص واحد. ومعانا النهاردة 5 أقسام من الأسئلة. القسم أسئلة مختلف عن التاني. القسم الأول عبارة عن قسم البلاد، والقسم الثاني عبارة عن قسم الألغاز، والقسم الثالث عبارة عن قسم الحيوانات، والقسم الرابع عبارة عن أسئلة رياضية. القسم الخامس والأخير عبارة عن أسئلة متنوعة. بس كده يا رب تكونوا فهمتوا فكرة الفيديو، ويلا بينا. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك جميل بتاعي، عايزين نوصل الفيديو ده 100 لايك. وبس كده، مشاهدة ممتعة. ويلا بينا يا جدعان نبدأ الحلقة الأولى من سلسلة اسحب والحق. اسحب والحق مع الزوز. دلوقتي هنبدأ في القسم الأول وهيكون قسم البلاد. السؤال الأول: كم عدد الدول العربية؟ 30 22 40 32. شوف على الكرة ازاي. 22 صح. لا صح كده واحد. طبعا انتوا عارفين اللي هو يجاوب غلط ينقص والكلام ده. السؤال الثاني: ما هي أقدم دولة عربية؟ 1 اليمن، 2 الجزائر، 3 المغرب، 4 مصر. أقدم دولة عربية مصر، أصلا دولة أفريقية. برافو عليك. يا ابني ما هو العرب تبع افريقيا. أقدم دولة عربية. قول كده، اختار تاني معلش. اليمن، الجزائر، المغرب، مصر. مصر. غلط كده، نقصت النقطة بقى 0. اليمن. صح. انتم اليمن؟ تعالى بالسعودية. السؤال الثالث: ما هو أكبر خليج في العالم؟ اختيارات خليج ايه؟ نعمة. خليج البنغال 2، خليج الجبال 3، خليج غينيا. الاختيار الرابع الخليج العربي. هو تقل على جني. الكرة تسحبها وتقول. ينفع تدينا خريطة؟ بدنا نستظرف. اديك خريطة. عايز خريطة. يلا يا عمدان. عايز اطلس. اسحب ولا ايه؟ قلت اختيارات كده معلش. خليج البنغال، خليج المكسيك، خليج غينيا، الخليج العربي. نسمي الله ونقول المكسيك. غلط. ماشي. يبقى كده -1. فاضل 3. قول بقى كده 3 تانيين. البنغال، خليج غينيا، الخليج العربي. هي خليج غني. غلط. خلاص هي الإجابة الصح البنغال. يعني تبقى الصفر هو سالب واحد. أنت -1 وصفر. أيوة، طيب. طيب. السؤال الرابع: ما هي مدينة التلال السابع؟ بكين، اسطنبول، روما، باكو. دي أسئلة معقدة. بتحرجنا يعني. باكو. اسمع كلامه براحتك. باكو. يا ابني لا يا باولو يا باولو، ما انتش يا باولو. اختار تاني بقى. بكين، اسطنبول، روما. اسطنبول. غلط. روم. ايوه هي روما. سالب واحد. ايوه هو -1 وانت -2. اعلى مني يعني. يكسب سالب 10. السؤال الخامس: ما هي عملة المملكة المتحدة؟ المملكة العربية المتحدة. المملكة المتحدة لا دي يعني المتحدة الرئاسية، ما حددتش ولا عربية ولا افريقية. يعني ايه المملكة المتحدة أصلا؟ معروف اصلا من اسمها المملكة المتحدة. السعودية. انا قلت لك المملكة العربية المتحدة ولا حاجة. المملكة المتحدة. اسمع الاختيارات. لا طب فين المملكة المتحدة اللي هي امريكا. بس ماشي. دولار. والله اقسم بالله انا حاطط ده في الاختيارات وعارف انك هتقوله كده. غلط. الدولار، الاورو، الجنيه الاتحادي، الجنيه الاسترليني. جنيه استرليني. صح هي الجنيه الاسترليني. والله انا عارف انكم هتقولوا الدولار. السؤال السادس: اين يوجد تمثال ابراهيم باشا في مصر؟ يا عم انا ما اعرفوش. السؤال قدام: ميدان الابراهيميه، ميدان الاسماعيليه، الواد ده باين انه هينجح ولا ايه؟ ميدان الاوبرا، ميدان العتبه الخضراء. لا هو خدها يجاوب بقى. صح غلط براحته. هو إبراهيم باشا، يبقى من الإبراهيمية. يا ابن اللعيبه حط الكور. يا عم غلط. لسه في 3. قول بقى كده 3. ميدان الاسماعيليه، ميدان الاوبرا، ميدان العتبه الخضراء. العتبة الخضراء. سالب 3 وأنت سالب 1. هي ميدان الاوبرا. السؤال السابع: ما هي اقدم حضاره في العالم؟ الحضارة المصرية. صح. السؤال الثامن واخر سؤال في القسم الاول: ما هي الدولة الاولى انتاجا للموز في العالم؟ اسمها ايه؟ الصومال. غلط. الرز. الصومال مش موجودة في الاختيارات اصلا. ادينا اختيارات. الهند، كوستاريكا، اليابان، اسبانيا. عندي كوستاريكا. ادي اختيارات تانية معلش. الهند، كوستاريكا، اليابان، اسبانيا. الموز. اسبانيا هما موز. كوستاريكا دي ميريت كان عامل اغنية ليه؟ ايه؟
يلا عبد الله انت اعلى انت اعلى مني. انا اصلا سايب تاتشي. ايوه ماشي في اسبانيا. شاكك براحتك بقى، تشك ما تشكش. هما يلا موز يلا. هما موز فعلا. تيجي نعمل بالاستبعاد الهند واليابان نشيل، هتبقى اسبانيا. يعني انت قدامك 3 اختيارات. كوستاريك، انت قلت ايه؟ اسبانيا. بقول لك اسباندا. انت قلت اسباندا اصلا. ماشي غلط. ايه يا جدعان؟ يا ابني قلت لك اصبر، انت متسرع عليا يا ابني. هي الهند. بزياده ما ينفعش اقعد مكانك. كده القسم الاول خلص، ودلوقتي هنخش في القسم الثاني اللي هيكون قسم الالغاز، فيلا بينا. السؤال الاول، ما هو الشيء الذي قلبه ياكل قشره؟ يعني القلب بتاعه بياكل القشر اللي عليه. البرتقال، الشمعه، الشمعدان. شمعة. صح. يا سلام. واحدة واحدة كده. يا ايوه كده، هو 2 ولا كام؟ لا بقيت سالب 1. انا كنت سالب 2 وانت سالب 3. اوكي. السؤال الثاني، حاجه انت بتسمعها وتشوفها وهي ما بتسمعكش ولا بتشوفك. التلفزيون. صح. الواد ده ماله كده؟ ايه يا عبد الله، انت هتطلع ملك الالغاز ولا ايه؟ صفر. لا انا صفر. ماشي، هو كده صفر. سالب 3. انت سالب 3. ها يلا، لسه بدري لسه بدري. انا مش انا ممكن اعرف السؤال. حق التاني. سالب 3. السؤال الثالث، حاجة لو حطيناها في التلاجة ما تبردش. 1 المية، التلج، الفلفل، البقدونس. تلج. غلط. حاجة لو حطيناها في الثلاجة. حاجة لو حطيناها في التلاجة ما تبردش. حضرتك بتقول ايه؟ هي ايه؟ عيد تاني كده. المية، التلج، الفلفل، البقدونس. الفلفل. صح. لا ايه ده؟ لا هو قالها غلط. هو قال طب دي تتحسب ايه؟ ايوه لا، هو الاختيار تاني. انا كنت هقول هو المفروض. طب ده يا جدعان تتحسب ايه بقى؟ لا بس انت تنقص. اصل انا كنت هقول. انت تنقص، انت ماينس. بس هي ايه؟ هو هيصل في الكلام ولا ايه؟ ازاي يا اسطى والنبي؟ لا انا مش عارف دي تتحسب ازاي. الناس يا اسطى اللي تحكم في الكومنتات الصراحه. ازاي يا اسطى؟ انا كنت هو قال غلط. هو انت يا اسطى انت المفروض كنت تجاوب بالكوره. لا ماشي، هو عادي قال غلط بس ليه اختيار تاني. اخرج اختيار. ايوه هو الصح اللي هو خد الكوره. هو صح يا جماعه. ايوه اللي هو خد الكوره. هو صح. طيب حلوه قوي دي. زي ما انت قلت هي فعلا هي الفلفل. لا الفلفل. حسب لك ولا يتحسب لي؟ الفلفل. لسه خلاص يا عبد الله، انت بتزيد الام ليه؟ السؤال الرابع، ما هو الشيء الذي ابيض ثم يتحول الى اخضر ثم يتحول الى احمر؟ يعني بتولد ابيض وبعد كده لونه بيتحول لاخضر وبعد كده بيتحول لاحمر في اخر حاجه. الشاي، البطيخ، البيض، الصبار. البطيخ. صح. الله. السؤال الخامس، ما هو الشيء الذي يمتلك الكثير من الهواء لكنه لا يتنفس؟ المكنسه الكهربائيه، الهواء، الاكسجين، النيتروجين. غلط. مكنسه الكهربائيه. صح. بقى خلاص باين عليه هيعمل ريمونتادا. انت صفر، يعني انت فاضل سكور والجيب. لا ما انا بحمسكم بقى. حمسني اديني. السؤال السادس، ما هو اضعف بيت على كوكب الارض؟ بيت النمل، بيت الفراشات، بيت الشعر. بيت النمل. غلط. بيت العنكبوت. بيت العنكبوت. صح كده. 0-0 اصفار. المنافسه اشتدت يا جدعان. هنشوف ريمونتادا من الاتنين دلوقتي، انتوا متساويين. السؤال السابع، ما هو الشيء الذي يمتلك رأسا بلا عيون؟ الدبوس. المسمار. غلط. رأس بلا عيون. ماشي. الملقاط، الإبرة، السيف. الإبر. غلط. على فكرة انت قلت كلمة مش موجود، فلسه في إجابة. طب ما انا كمان لا تنقص. ليه؟ انا قلت يا عم انت قايل كلمة من دماغ، انا قصدي لسه في إجابة. لسه في إجابة. الاختيار فين؟ هنستبعد الإبرة دلوقتي، في الدبوس والملقاط والسيف. راس من غير عيون. الدبوس. صح. ما هو الدبوس مكان المسمار يا جدعان. باين انه هيكسب النهارده يا جدعان. السؤال الثامن، ما هو الشيء دائم الحركة حولنا ولا نراه أبدا؟ الخيال، الضوء،
الهواء، الظل. الهواء. الله. ايه يا احمد يا خرابي ده انت ايه يا جدعان؟ طب ليه بيداري كده ولا هو داري كده ولا انا داري كده ولا انا ده؟ في ايه اتحسدت ولا ايه؟ اتحسدت وخدت عين وحشه. كده يا جدعان القسم التاني خلص، وهنخش دلوقتي في القسم التالت وهيكون قسم الحيوانات. اول سؤال في القسم التالت: كم سنة يستطيع الحلزون النوم؟ يعني الحلزون بينام لمدة كم سنة؟ يقدر ينام لمدة كم سنة؟ الحلزونة يما الحلزونة. الحلزونة يما الحلزونة. هو الكائن الملزق ده 7 سنين، 3 سنين، 14 سنة، 8 سنين. 7 سنين 8. اصلا بعد بقى خليك تبقى قلت انا ده اختيار كده. 7 سنين، 3 سنين، 14 سنة، 18 سنة. هو في حاجة اسمها حلزون ينام 3 سنين ما بياكلش ولا بيشرب ولا يموت. معرفش بقى، هي العلم نعمل العلم. بياكل ونايم. انا ما كنتش حلزون. يخزن زي الجمال. بيخمن خلي بالك. يا لهوي يا لهوي. 7 سنين، 3 سنين، 14 سنة، 8 سنين. عادي يعني فكرة راسته واحد عادي. حضرتك بتقول ايه؟ 7. غبي غبي. ايه الغلط ده؟ قدامك 3 14 8. 14. غلط. يخرب بيتك يخرب بيتك. يعني جايب لك 7 و8 يعني هي 3 سنين. السؤال الثاني: ما هو الحيوان الذي يمتلك اعلى ضغط للدم؟ الفيل، الديناصور، الزرافة، الصقر. الزرافة. يا ابن اللعيبة. اللي بعده. السؤال الثالث: ما هو الحيوان الذي لا ينام؟ الاسد ملك الغابة، الفراشة، النحلة، الضفدع. الاسد. حط كده الضفدع. يا ابن اللعيبة. حرام يا دنيا مش كده. تقفل عليا كل ده. ما تخلينيش كبشي فدا. انا مش فيا. انا بتقطع من جوايا ونسيت طعم الفرح. السؤال الرابع: ما هي مدة حمل الفيل؟ 30 شهر، 22 شهر، 25 شهر، 29 شهر. قولهم تاني معلش. 30 22 25 29. خش يا قلب جميل، انت خايف ولا ايه؟ خش يا 22. لا 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 لا. ما كام واحد يا مصر. في ايه؟ السؤال الخامس: ما هو الحيوان الذي يمكن ان يقف على ذيله؟ الغزالة، الكنغر، الديناصور، الفهد. الكونغو. الله. انا تعبت. الله. في عبد الله تتحسد. انا تعبان. السؤال السادس: من هو الحيوان الزاحف الذي يمتلك حاسة الشم في لسانه؟ الثعبان. الثعبان. في عبد الله. انت ايه حكايتك؟ قول لي. الله. مش عارف. انت فين انت النهارده ساعات؟ اتفرجوا على البودي بيلدينج. الجيم برضه. دلوقتي الجيم النهارده. طب ليه بيداري كده ولا هو داري كده ولا انا داري كده ولا انا ده؟ السؤال السابع: الحق. السؤال السابع: كم عدد عيون النحلة؟ 6. غلط. انت كده نقصت ايه؟ 7 5 4 2. 4. غلط. 7 كده. 5 2. لا 5. لا في ايه يا احمد؟ في ايه يا احمد؟ ايه ده انت الدنيا حاططك على الاخر. انا تعبان. السؤال الثامن والاخير في القسم الثالث بتاع الحيوان: ما هو الحيوان الذي لا يستطيع اخراج لسانه؟ الفار، الفيل، التمساح، السلحفاه. غلط. انا عايز اعرف فيه ايه. الفيل. غلط. بس هي كده خلاص، كده هي خلصت. هي الاجابه الصح التمساح. 5 جنيه. 5 جنيه بطلع. عايز اقطع بس شويه فوق. عايز اجيب. هو كم الرياضي صح؟ دلوقتي قسم الرياضه. مش فنان. الكرة ولا انت فهمت العيب. عايز اروح اجيب فين ولا ابويا. السؤال الاول في قسم الرياضه: لاعب قام بتسجيل 15 هدف في نهائي كاس العالم. بيليه، رونالدو، مارادونا، امبابي. بيليه. غلط. حط. الجو اللي هناك ده مش واكل معاك في حاجه. رونالدو، مارادونا، امبابي. امبابي. غلط. يخرب بيتك. خلاص يا الاجابه دي خلصت. هو السؤال الثاني: حشيش تمام. متى تم استخدام ضربات الجزاء لاول مره؟ 1908 1910 1900 1990.
الكورة هي الحل. ممكن اشكر. يعني ايه اول مرة تصطادوا؟ أول مرة استخدم ضربات الجزاء في العالم. 1990 صح في اختيار كده؟ اه اللي قبلها كانت ايه؟ 1908 1910 1990. قول يا مسهل يا كريم يا رب يا رب تكون صح. 1910. غلط. خش بقى انت. وبقى اختار تاني انت كده. قلت كام؟ 1910 صح؟ 1908 1900 1990. 1990. غلط. انا عشان تكيت 90 فقلت 1990. هي غلط. ايوه. السؤال الثالث. اي بلد اخترع الرياضة؟ يعني ايه البلد اللي اخترعت الرياضة؟ مش كرة القدم، الرياضة عامة. اليونان، اسبانيا، الصين، البرازيل. الرياضة عامة، ما حددتش ولا كرة قدم ولا كرة سلة ولا اي حاجة، الرياضة تما. لا قول تاني الاختيارات كده. اليونان، اسبانيا، الصين، البرازيل. براحتكم. فانيش اسبانيا. الصين، اليونان، البرازيل. يا عم يمكن تيجي صح. اليونان البرازيل. غلط غلط غلط، هي اليونان. السؤال الرابع. في أي عام أقيمت أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم؟ 1942 1930 1920 1910. 1930. يا ابن اللعيب، اسيب المكان وامشي ولا اسيب الدنيا كلها وامشي؟ انت اتحسدت منها ليه؟ السؤال الخامس. كم عدد الأهداف التي سجلها بيليه في مباراة واحدة؟ يعني بيليه اعلى قمه اهداف سجل انا يا ابني في ماتش واحد. ماتش واحد. انا بعشق بيليه يا ابني. ده واخد 3 كاس عالم. هي يلا قول اختيارات ليه. 7 11 18 9. 9. غلط. انا بعشق بيليه يا ابني. غلط، في لسه اختيار. 11 7 18. يا عم قول اي حاجة بقى. 11 7 18. 11. ايوه صح صح. السؤال السادس. من هو اللاعب الذي سجل اسرع ثلاثيه في الدوري الانجليزي؟ ساديو ماني، هالاند، امبابي، كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو. غلط. قول تاني قلت كده. انا قلت برضه عمال اكتب، قلت هتقول كريستيانو. اسرع ثلاثيه هالاند. غلط. الاجابه ساديو ماني. اسرع ثلاثيه محمد صلاح اصلا في الدوري الانجليزي. محمد صلاح ده كان في دوري الابطال. دلوقتي يا جدعان خلصنا من القسم الرابع، ودلوقتي هنخش في القسم الخامس اللي هو اسئله منوعه. يعني عندك بقى رياضه، حيوانات، كل الاسئله اللي في العالم ممكن تجيب. خلي بالك هم 8 اسئله فممكن تعوض. السؤال الاول في القسم الخامس والاخير. السؤال الاول في القسم الخامس والاخير. كم عدد عضلات اذن القطه؟ ودان القطه عندها كم عضله؟ 10 32 39 12. 12. لا غلط. قدامك. ايوه 39 32 10. 32. غلط. صح. صح. الله اكبر. السؤال الثاني. من يتحمل العطش اكتر من الجمل؟ الاسد، الفيل. لا استنى. خلاص انت سحبتها. استنى يا عم. ايه؟ لا لا الجمل ازاي؟ بقول له اكتر من الجمل. صح والله. السؤال الثالث. اين افتتح اول متحف في العالم؟ القاهرة. هيرجع ولا ايه؟ السؤال الرابع. متى حفر اول بئر بترولي في العالم؟ 1960 1959 1954 1912. مكسوف ولا عبد الله؟ انا اعرف ان انا شفت مهندس بترول. 1960 1959 1954 1912. 59. لا اسمع بقى السؤال الخامس ده، لان انا وانا بكتبه قعدت اضحك اصلا. السؤال الخامس. يقال ان كلمة طز اصولها تركية، ولكن ماذا تعني هذه الكلمة في اللغة التركية؟ شتيمة، ملح، فلفل، شطة. فلفل، بطيخ. شتيمة، ملح، فلفل اسود، بطيخ.
يلا. يعني عديها. يعني ايه بطنها؟ يعني مش فاهم. يعني توز، ملح، فلفل اسود، بطيخ، شتيم. توز عندنا شتيم. طيب بقول لك في التوز صح. انت يا اسطى مش عارف ازاي ملح اصلا. السؤال السادس، ما هي الدولة المصنعة للسيارات الفخرة من نوع لامبورجيني؟ لامبورجيني. ايطاليا، امريكا، اسبانيا، انجلترا. الحمد لله المانيا مش فيهم. قول تاني كده. ايطاليا، امريكا، اسبانيا، انجلترا. لامبورجيني. ايطالي. صح. صح. انت عمال تقول لامبورجيني، قلت لك لعبتنا بتعتمد على السرعة. السؤال السابع، كم عدد الدقائق الموجودة في الثلاث ساعات؟ كم عدد الدقائق الموجودة في 3 ساعات؟ استنى كده يا زلمة، استنى. 3 ساعات صح؟ في اختيارات مش عارف. 62 120 و100. احسب بقى ايه بسرعة. قول الاجابات، قول الاختيارات. استنى يا عم ما تقولش الاختيارات. ماشي. استنى. 62 120 120 وكمان 60. ممكن انت احسبها معاه، ممكن انت اللي تقول له. 180 غلط. بيقول لك كام دقيقة. ايوه. انت تضرب الثلاثة. انت تضرب الثلاثة في 180. تحط الصفر والاثنين في والله العظيم. بسرعة. 100 146 180 500. 500 غلط. 180. 500 ازاي يا اسطى؟ ايوه هي 180 يا اسطى، ده بعيدة قوي. بقول لك 100 146 180. انت جبت 500 يا خرابي. لو مشيت على طول يخرب بيتك. قول يا عم، قول اخر قول يا عادي كلام العلوم فجأة. السؤال الثامن، ما هو لقب كوكب بلوتو؟ الكوكب الزحليقة، الكوكب الاسطوانة، الكوكب الطويل، الكوكب القزم. الزحليقة. بلوتو. القزم. قزم. بس كده يا جدعان، دي نهايه الحلقه بتاعتنا النهارده، فيا رب تعجبكم. لو عجبتكم الحلقه دي يا جدعان، ما تنساش اللايك بتاعك يا صاحبي. اطلع على الانستجرام. انت بتشاور عليا ليه؟ لا انت اهم حاجه. ما تنساش الشير واللايك والسبسكرايب. بس كده يا جدعان، نشوفكم فيديوهات تانية كتير. سلام.